سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة. اقلب الفيديو بقى، ما انت خلاص عرفت كده ان دي الطاعة لله عز وجل، فما انتش عايز تسمع. لا، اصبر بس كده واستهدى بالله واذكر ربك واسمع الكلمتين دولت. سبحان الله وبحمده. خدت منك حاجة؟ طب قولها كده بالله عليك، سبحان الله وبحمده. شفت سهلة ازاي؟ ادي بقى بنخلة في الجنة، يعني انت قلتها كده مرة بنخلة في الجنة. طيب انت ليه مش عايز تعمل لنفسك مكان في الجنة كبير فيه عدد من النخل كثير؟ يا أخي ده الشجرة في الجنة يسير تحت ظلها الراكب 100 عام أو 70 عام كما قال. ولكن أنت ليه مش عايز تكون من الأغنياء في الجنة؟ سبحان الله وبحمده. مش هتاخد منك أي وقت، لكن قول في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة عند الصباح. إيه اللي يحصل؟ يكتب لك 100 حسنة. الله أكبر. ربنا يغفر لك 100 ذنب. الله أكبر. ينغرز لك 100 نخلة في الجنة. عايز إيه تاني يا عم؟ ده أنت هتكون من الأغنياء. صل على النبي صلى الله عليه وسلم واشغل لسانك هذا بذكر الله عز وجل دائما، وقل سبحان الله وبحمده. ولما تقول سبحان الله وبحمده ما تقولهاش وانت مستعجل سبحان الله سبحان، لا 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 لا، أنت تنزه الله عز وجل من كل شيء. فقل سبحان الله وبحمده واستطعم بيها، هتحس بحلاوة الإيمان وطعم ولذة للإيمان ولذة لذكر الله عز وجل. سبحان الله وبحمده.